السلام عليكم، معاكم يوسف واهلا بيكم في فيديو جديد. والنهارده يا شباب نلعب مع بعض لعبه ريد ديد ريديمشن 2. فقبل ما نبدا الفيديو انزل تحت اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس هيوصلك كل جديد، واعمل لايك ويلا بينا نبدا. طبعا يا شباب زي ما انتم عارفين احنا لعبنا ريد ديد ريديمشن 2 دي في القناه مرتين قبل كده، فاللي ما شافش الفيديوهات اللي فاتت ممكن ينزل يشوفها وبعد كده يكمل معايا الفيديو عشان يفهم السلسله من الاول يعني. وزي ما انتم شايفين طبعا ده المخيم بتاعنا اللي احنا عايشين فيه، والمفروض ان احنا نعمل دلوقتي مهمه ان احنا الاستامينا بتاعتنا والهيلث بتاعنا وكل حاجه زي الفل يعني. ممكن ان احنا نبدا في المهمات على طول. ودلوقتي يا شباب خلينا نبدا بالمهمه بتاعه هوسيا ده طبعا فرد معانا في العصابه يعني، وهو اللي مختص بالخرايط وبالصيد وبالحاجات دي كلها. فدلوقتي ممكن احنا نروح له ونشوف المهمه اللي هو عايزها مننا هتكون عباره عن ايه. طيب طبعا دلوقتي الشباب بيسالني لو انا عايز اروح اصطاد يعني، واداني البندقيه اللي انتم شايفينها دي ان احنا نروح نصطاد بيها يعني. هو يا شباب طبعا قال لي ان في دب كبير جدا هو المفروض ان هو عايز يصيده يعني، فالمفروض ان احنا يا شباب ناخد الحصان الكبير دوت ونروح نبيعه في الاسطبل، وبعد كده نشتري حصان يعني سريع وقوي شويه ونروح بيه لغايه المكان اللي هو عايزه. فدلوقتي يا شباب خلينا نشيل السادل من على الحصان بتاعنا زي ما انتم شايفين كده يعني. شلنا كده السادل وهنحطه على الحصان اللي هو التاني الاسود. هو حصان طبعا يا شباب كبير وقوي جدا، بس مشكلته ان هو مش سريع خالص يعني، ومش هيستحمل بقى المسافات البعيده بسرعه كده. فدلوقتي خلينا ان احنا ناخده ونروح على الاسطبل في مدينه فالنتاين. طبعا دي اول مره يكون مفتوح لنا الاسطبل يا شباب يعني، قبل كده الاسطبل ما كانش مفتوح، فدلوقتي اول مره في القناه يا شباب هتكون مفتوح الاسطبل. وممكن ان احنا نعمل فيه حاجات كتير جدا، ممكن ان احنا نشتري منه احصنه تانية او نحسن الاحصنه اللي عندنا يعني، ونعمل لها خدمات او نشتري لها اكل وحاجات كتير جدا يعني. فتابعوا الحلقه دي للاخر عشان تشوفوا ممكن نعمل ايه في الاسطبل بعد ما نفتحه. طبعا يا شباب احنا دلوقتي متوجهين لفالنتاين عشان نبيع الحصان اللي انا راكبه ده حاليا ونشتري بداله حصان تاني يعني. 2 hours later. طبعا يا شباب دلوقتي قربنا على المدينه اللي هي فالنتاين يعني، والمفروض دلوقتي ان احنا نروح على الاسطبل ونبيع الحصان على طول. دلوقتي وصلنا فالنتاين وده الاسطبل اللي انتم شايفينه ده قدامنا، هو ده الاسطبل يا شباب. واول مره يكون الباب بتاعه مفتوح يعني، دايما لما كنت باجي هنا ما كانش بيكون الباب بتاعه مفتوح ابدا، بيكون دايما مقفول يعني. دي اول مره يكون مفتوح. ودلوقتي لينا ان احنا ندخل يعني جوه الاسطبل، فبيقول لي دلوقتي دخل الحصان جوه الاسطبل عشان تبيعه. تمام دلوقتي يا شباب ده العامل بتاع الاسطبل وبيكلمني بيقول لي انت محتاج ايه يعني. سالته يا شباب على حصان يكون يعني سريع شويه وقوي بحيث ان هو يستحمل معانا يعني. فاول حاجه زي ما انتم شايفين معانا $52 وده الحصان اللي احنا عايزين نبيعه يعني، وهيدينا $65 يا شباب كاملين. فخلينا دلوقتي نبيعه بسرعه ونشتري حصان تاني احسن منه يعني. زي ما انتم شايفين في انواع ب 450 و150 وفي نوع ب 15، بس طبعا احنا مش معانا غير 117 بس، فمش هنقدر نشتري اي حاجه غير اللي هو ب 15 ده، واسمه مورجان. واعتقد يا شباب ان هو سريع شويه يعني، زي ما انتم شايفين الاكسلريشن بتاعته كويسه على حد ما، والسبيد بتاعته برده كويسه. فخلينا دلوقتي نشتريه كده ب $15. طبعا دلوقتي الشباب اشترينا الحصان الجديد زي ما انتم شايفين، وهو ده شكله يعني شكله كويس جدا، بس مشكلته ان هو مش نظيف يعني. المفروض ان احنا ننضفه كده ونعمل له سيرفيس وبتاع يعني. تمام دلوقتي بيقول لي خد الحصان بتاعك واطلع بيه بره الاسطبل. دلوقتي خدته زي ما انتم شايفين، هو ده شكل الحصان الجديد بتاعنا يا شباب. ممكن احنا برضو نستخدم الفرشه دي عشان ننضفه يعني من الطين اللي زي ما انتم شايفين عليه ده، وبمجرد ما عملنا كده بالفرشه هنا عند رقبته وجسمه كله نضف ازاي ما اعرفش يعني، بس ما علينا. تمام دلوقتي خلينا ناخد الحصان ونروح مع هوسيا ونشوف المكان اللي فيه الدب القطبي اللي هو عايزنا نصطاده يعني. الحيوان اللي احنا عايزين نصطاده هو دب كبير جدا وموجود في مكان بعيد يا شباب شويه عن المدينه يعني، بعيد شويه حلوين. بعد ما نخلص المهمه دي هيكون لينا دخول يعني غير محدود على الاسطبل، ممكن ندخل في اي وقت ونعمل اللي احنا عايزينه. طبعا يا شباب دلوقتي زي ما انتم شايفين المكان بعيد جدا وبقالنا كتير جدا بنمشي يعني، وطالعين في رحله صيد طويله جدا يعني. ممكن اصلا ما تاخدش يوم واحد، ممكن تاخد اكتر من يوم يعني. مش المفروض ان احنا نرجع صد رد كده على طول، لا ممكن ان احنا نبات مثلا يعني في الغابه كده ونصطاد حاجه ناكلها وهكذا يعني، وممكن نرجع في اليوم التاني يعني. طبعا زي ما انتم شايفين بيجيب لنا مناظر من اللعبه، وبصراحه المناظر في اللعبه يا شباب لوحدها يعني ليها متعه خاصه بيها من غير حتى ما نعمل مهمات ولا اي حاجه. مجرد انك تتفرج على المناظر اللي موجوده في اللعبه دي حاجه يعني ممكن انك تستمتع بيها لوحدها. دلوقتي زي ما انتم شايفين احنا على جبل عالي جدا وماشيين برضو ولا هوسيه، ومش عارف المكان بصراحه موجود فين بالظبط، لكنه بعيد جدا. احنا بعدنا جدا عن مدينه فالنتاين. دلوقتي يا شباب واحنا ماشيين شفنا على الارض يعني موجود ارانب كده بتمشي على الارض، فهوسيا اول ما شافهم قال ان احنا ممكن نصطاد واحد منهم يعني وناكله ونرتاح شويه لغايه يعني ما اليوم التاني يجي، وبعد كده نبقى نروح نصطاد الدب القطبي يعني. تمام دلوقتي هو عطاني المهمه دي ان انا يعني اصطاد ارنب. فدلوقتي خلينا ناخد المسدس بتاعنا كده زي ما انتم شايفين ونروح ندور على ارنب يا شباب ونتبع الاثر بتاعه. تمام زي ما انتم شايفين في ارنب هنا، خلينا دلوقتي نضرب عليه كده زي ما انتم شايفين، وكده اصطادناه يا شباب اخيرا يعني. خلينا دلوقتي نشيله ونوديه عند هوسيا زي ما انتم شايفين، اصطادناه وشلناه كده على كتفنا، وممكن نروح بيه لهوسيا وعشان نطبخه يعني وناكله، وبعد كده نرتاح لغايه اليوم التاني. تمام دلوقتي يا شباب خلينا ننصب المخيم عشان الليل بدأ يجي وما ينفعش ان احنا نصطاد بالليل ابدا يعني. دلوقتي زي ما انتم شايفين ده المخيم اللي احنا عملناه وولعنا نار يعني،
وممكن دلوقتي نطبخ الارنب اللي احنا اصطادناه على النار. زي ما انتم شايفين فتحت قائمه الكرافتنج وموجود لحم الارنب اللي احنا اصطادناه، يعني ممكن دلوقتي ناخده ونشويه على النار. تمام. دلوقتي هوسيه بيقول ان احنا لازم ناخد ريست شويه، يعني ننام شويه لغايه الصبح، وبعد كده نروح ندور على الدب القطبي دوت او الدب الكبير دوت ونروح نصطاده. يعني دلوقتي ممكن ان احنا ننام لغايه الصبح، يعني هننام 7 ساعات اعتقد كويسين جدا. دلوقتي خلينا ننام، ولما يجي الصبح ده دلوقتي زي ما انتم شايفين كده هنروح نشوف الدب الكبير اللي احنا محتاجين نصطاده، وما اعرفش هنستفيد منه ايه يعني، بس ما علينا. دلوقتي يا شباب خلينا نخمد النار اللي احنا ولعناها عشان نروح دلوقتي نصطاد اخيرا الدب. يعني دلوقتي خلينا ناخد الحصان بتاعنا، وهوسيه برضه ياخد الحصان بتاعه ونروح لمكان الدب اخيرا. بيقول ان هو شافه اخر مره يا شباب عند الميه، فدلوقتي احنا ممكن ننزل للنهر يعني وندور عليه ناحيه الميه كده. تمام. دلوقتي يا شباب وتوجهنا للنهر زي ما انتم شايفين، وبيقول لي دور على اي حاجه تدل ان في دب موجود هنا يعني. تمام. دلوقتي يا شباب شفنا اثار رجليه، وبيقول ان الاثار دي حديثه يعني، فممكن ان احنا نتبعها زي ما انتم شايفين كده بالخط الاصفر اللي بيكون ظاهر على الشاشه بالقدره اللي مع ارثر يعني. تمام. دلوقتي يا شباب احنا بنشوف اثر الدب موجود فين عشان يعني نوصل لاقرب منطقه هو كان فيها ونهجم عليه ونصطاده يعني. تمام. دلوقتي يا شباب لقينا دليل تاني على وجود الدب، يعني لقينا دلوقتي زي ما انتم شايفين هنا في الارض يعني سمكه ما اتاكلتش بالكامل، يعني سايب منها شويه، فده دليل يا شباب ان هو كان موجود هنا قريب جدا. دلوقتي يا شباب احنا شاكين يعني بنسبه 90% ان هو موجود قريب جدا من هنا. تمام يا شباب. دلوقتي بيقول ان احنا يعني مش لاقيينه بقالنا كتير، فالمفروض يا شباب ان احنا نحط له طعم موجود هنا عشان يجي يعني يشم ريحته ويجي ونقدر ان احنا نصطاده يعني. فخلينا دلوقتي نشوف ايه اللي هيحصل. تمام. هو ده المكان اللي احنا نحط له الطعم فيه، ودلوقتي خلينا نختار الطعم من هنا، وهو ده يا شباب الطعم زي ما انتم شايفين كده هنحطه هنا كده، وهو هيجي ان شاء الله يشم ريحته ويجي هنا عند الصخره دي يعني، وممكن ان احنا نصطاده بعد كده. دلوقتي بيقول لي احمي نفسك عند الصخور اللي هنا دي. هنروح دلوقتي يا شباب نقف جنب هوسيه ونقف جنب الصخور اللي هي هنا. ودلوقتي يا شباب كل اللي احنا علينا ان احنا نستنى ظهور الدب لما يجي. خليني الاحتياط دلوقتي كده يا شباب امسك مسدسي عشان يعني لو هجم علينا مره واحده او حاجه. 2000 years later. تمام. دلوقتي بيقول ان احنا لازم نشيك على الطعم ده، اعتقد ان هو ما جذبوش يعني، ولغايه دلوقتي الدب ما جاش. طبعا يا شباب دلوقتي نشيك على الطعم يعني ونشوف. يا شباب والله سمعنا صوت خطواته موجود، وزي ما انتم شايفين هو ده الدب يا شباب القطبي اللي احنا المفروض نصطاده، والمشكله ان هو هجم علينا في وضع مش كويس، ولازم دلوقتي ان انا اطلع مسدسي واحاول اضربه يا شباب زي ما انتم شايفين كده. والله يا شباب هجم عليا، والله هو خايف يعني وجري، بس مش عارف هنصطاده ازاي دلوقتي. والله يا شباب زي ما انتم شايفين هجم علينا يعني هجوم في وقت احنا ما توقعناهوش خالص يعني، وهرب ومشي يعني خاف من صوت المسدس ومشي يعني، لان انا ضربته في وشه بسرعه وهو جاي، بس مش عارف دلوقتي هنقدر نصطاده تاني ولا لا. اعتقد يا شباب ان المهمه فشلت لان احنا ما قدرناش نصطاد يا شباب الدب القطبي، المفروض ان دي مهمه كانت من دور هوسيه يعني مش من دوري انا، بس هو هجم علينا في الوقت الغلط يعني. تمام. دلوقتي يا شباب هوسيه مشي وقال لي اشوفك في المخيم خلاص، واعتقد كده المهمه خلصت يعني، ما قدرناش ان احنا نصطاد الدب. واللعبه بتقول لي يا شباب ان انا ممكن ارجع للمكان ده تاني وادور على الدب ده واصطاده انا لوحدي يعني، وممكن استفيد من الجلد بتاعه وبيكون غالي اعتقد يعني. وزي ما انتم شايفين مكتوب لنا فوق ان احنا دلوقتي اتفتح لنا الاسطبل بتاع الاحصنه زي ما قلت لكم، ونقدر دلوقتي نعمل اي حاجه تخص الاحصنه من جوه الاسطبل. وبيقول لي ان انت تقدر كمان تخزن اكتر من 3 احصنه او 3 احصنه بالظبط يعني جوه الاسطبل في نفس الوقت. ودي احسن حاجه يا شباب في المهمه دي فادتنا يعني، ان احنا فتحنا الاسطبل، مش مهم الدب القطبي لكن مهم ان احنا فتحنا الاسطبل بتاع الاحصنه لانه مهم جدا. وخلينا دلوقتي نروح لفالنتاين ونشوف الاسطبل اخباره ايه يعني. زي ما انتم شايفين في الخريطه يا شباب ظهرت علامه جديده وهي علامه الاسطبل، وبيقول لك ان المكان ده ممكن تعمل فيه اي حاجه تخص الاحصنه سواء من سيرفيس او اي حاجه تانية، وانك تبدل حدوات الاحصنه وتبدل السادل وتبدل اي حاجه انت محتاجها من هنا من مبنى الاسطبل. كويس جدا برضو الحاجه اللي فادتنا ان احنا اشترينا حصان يعني سريع شويه احسن من الحصان اللي كان معانا بكتير يعني. والله شباب وانا معدي شفت واحد بيصرخ دلوقتي في الغابه ومش عارف في حاجه هجمت عليه تقريبا، فخلينا نمسك المسدس كده ونساعده يعني. والله الشباب كان هياكله وينهي حياته يعني، زي ما انتم شايفين يا شباب والله مصاب يعني وحالته حاله. فخليني دلوقتي اديله من الاكسير اللي معايا او الطريق اللي معايا دوت ممكن يفيده يعني ويفيد صحته. والله يا شباب تصرف غريب يعني، اعطيته الترياق دوت بس ما رضيش ياخده وفضل يتألم لحد ما مات يعني، مش عارف ايه السبب، بس والله انا عملت اللي عليا يعني انقذته، بس مش عارف اعمل ايه تاني. خلاص كده ممكن اخد الحصان بتاعي واكمل طريقي عادي، ماليش ذنب في اي حاجه يعني، حاولت انقذه بس ما عرفتش. دلوقتي يا شباب زي ما انتم شايفين وصلنا فالنتاين، وخلينا دلوقتي نروح للاسطبل زي ما انتم عارفين يعني، واوريكم الحاجات اللي احنا ممكن نعملها في الاسطبل. ودلوقتي يا شباب هو ده الاسطبل زي ما انتم شايفينه كده، ممكن يعني ان احنا نعمل فيه حاجات كتير جدا. خلينا دلوقتي ندخل جواه ونشوف ايه اللي جواه. طبعا زي ما انتم عارفين دلوقتي بقى عندنا حصانين، الحصان اللي احنا اشتريناه في الحلقه دي والحصان اللي فات اللي هو البني اللي واقف هنا دوت، وممكن
ممكن ان احنا نحط حصانين تاني كمان معاهم في الاسطبل يعني. ممكن يا شباب ان احنا نجيب احصنه من بره ونبيعها هنا وناخد منها فلوس يعني. وممكن برضو ان احنا نشتري احصنه من هنا جديده برضو. وفي سيرفيسز وادوات كتير ممكن نحطها للاحصنه يعني، بتزود من سرعتها ومن ادائها يعني على الطريق وكده. فبس يا شباب دي كانت حلقتنا النهارده، اتمنى تكون عجبتكم الحلقه وعجبتكم سلسله ريد ديد. لو عجبك الفيديو انزل تحت اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، واعمل لايك عشان تشوفني مره تانية. وكان معاكم يوسف، ومع السلامه.